هتصدقني لو قلت لك إن في لاعب كورة قعد 20 سنة في أندية ما بين البرازيل وما بين أوروبا، وبيوهم كل الأندية دي إن هو لاعب كبير ومحترف وموهوب، وهو أصلا ما بيعرفش يباصي كورة. تعال أقول لك إزاي الشاب ده عمل كده. الشاب ده كان بيروح الأماكن اللي بيسهر فيها لعيبة برازيليين كبار ومشهورين زي بيبيتو وروماريو، ومرة في مرة قدر إن هو يفتح كلام معاهم ويعرفهم بنفسه إن هو لاعب كرة قدم برازيلي مهاجم موهوب. ومرة في مرة تانية بعد ما كون صداقة قوية مع اللعيبة دي، قدر يقنعهم إن هم يتوسطوا له في نادي من الأندية اللي هم كانوا بيلعبوا فيها إن هو ياخد فرصة فيه ويمضي عقد هناك. لحد ما فعلا في مرة لفقت معاه ومضى أول عقد ليه في نادي كبير في البرازيل. أخد مقدم العقد، الراتب بتاعه بدأ ينزل، ومع أول تمرينة ليه في النادي ده تظاهر إن هو اتصاب إصابة جامدة جدا وفضل يصرخ في الملعب. ومرة في مرة في مرة في 6 شهور في سنة لحد ما عقده يخلص ويبدأ يشوف نادي تاني يعمل عليهم نفس النصبايا ونفس الحيلة دي. هتقولي ازاي كان بيقدر يعمل ده؟ هقولك الشاب ده كان ذكي جدا لدرجة ان هو كان بيقدر يقنع اللعيبة بتاعته في أوضة اللبس ان هو لاعب نجم وموهوب، وان ريال مدريد وأندية تانية في أوروبا كتير متابعينه، بس هو مركز مع الفريق وبيحاول يثبت نفسه في البرازيل وهو مرتاح في البلد دي ومش عايز يخرج منها. ومش بس كده، هو كمان كان بيدفع فلوس كتير جدا للصحفيين اللي موجودين في البرازيل عشان يفضلوا يكتبوا عنه باستمرار، ودايما اسمه كان بيبقى موجود في الصفحة الأولى في أي جريدة رياضية. لحد ما جه في مرة كان سليم ومش قادر إن هو يدعي الإصابة، وأول ما قام يسخن والمدرب خلاص هينزله، سمع صوت الجماهير بتصفر عليه بتاعت الفريق التاني، راح جري عليهم واتخانق معاهم وعمل مشكلة كبيرة جدا لدرجة إن الحكم ساعتها طرده قبل ما ينزل الملعب وتوقف أكتر من ماتش. ولما رئيس النادي استدعاه عشان يوبخه بسبب الموقف ده، اشتغل رئيس النادي كمان بطريقة ذكية جدا. قال له أنا ما استحملتش أسمعهم بيشتموك وأنت بالنسبة لي زي والدي. فرئيس النادي طبعا زي العبيط عينه دمعت وخده في حضنه وقام مجدد له سنة كمان. تخيل معايا إن الشاب ده قعد 20 سنة في الحيلة الذكية بتاعته دي، لعب خلالها في أكتر من 10 أندية ما بين البرازيل وما بين أوروبا، ومش أندية صغيرة في البرازيل، دي أكبر أندية موجودة هناك. 20 سنة كاملين من غير ما يلعب ولا دقيقة أو يشارك في مباراة أو حتى يسجل أو يصنع أي هدف، ورغم كل ده مفيش ولا نادي قدر إن هو يكشفه. والشاب ده اسمه كارلوس هنريكي رابوزو، والشهير باسم كارلوس كايزر. وفي ناس كتير بتقول ان هو كان مشهور برضو باسم كارلوس سوزا. اكتب لي بقى رأيك تحت في الكومنتات، هل انت شفت شخص اذكى من ده في حياتك وفي خلال متابعتك لكرة القدم ولا لا؟ وما تنساش ان دي كانت دقيقة بس، القصة لسه ما خلصتش.